أقوى مسا. أقوى مسا ولا مش أقوى مسا؟ أقوى مسا. تعال. طبعا بكامل الحزن والأسى بنعزي في الرابر الموهوب جدا محمد ياسر المعروف بعفريت الكلام، اللي هو يعتبر بصمة من بصمات الراب المصري في بداياته، وكان ساهم بشكل كبير في ان الراب يتشكل في بدايته بالشكل ده. من بداية انطلاقته مع أسفلت اللي كانت بتتكون من إبراهيم وجاد ومحمد الديب ومحمد ياسر عفريت الكلام، واللي بعد كده تم انفصالهم عن بعض وبقى أسفلت بيتكون منها إبراهيم وجاد وفريق وجهة نظر اللي بيتكون منه ديب ومحمد ياسر. ده باختصار بداية انطلاقة محمد ياسر في المجال، وما بعد ذلك في انضمامه للأرب ليج مع رش وإمسي أمين والشباب الحلوة دي بس. وكان من أوائل الناس اللي كانت معروفة بستايل الأوف بيت، واللي كان بيتميز بيه جدا. الأوف بيت مش الأوف تيمبو، تمام؟ أوف تيمبو ده يعني انت في الشلاحات، تمام؟ انت مالكش علاقة بأي حاجة نهائي، ولا البيت ولا كيك ولا سنير، ده كده بنقول عليه لا مؤاخذة واقع او بيتدحرج من على البيت. لكن محمد ياسر كان بيتميز بالفلو بتاع الاوف بيت، اللي هو بيلتزم بالتيمبو طبعا، تمام؟ بيبقى ماشي مع البيت، بس اوائل البارات بتاعته ما بتلتزمش بالكيك او السنير. انت عارف طبعا ان اول الكيك بتخش البار بتاعك، الاغلب دلوقتي بقى عارف كده، وبينهي القافية مع السنير. محمد ياسر ما كانش بيعمل كده، كان بيقف بيت، كان ممكن يبدأ البار مع السنير عادي وينهي مع الكيك، فاهم؟ فانت بتحس ان في حاجة منفصلة عن التانية، ولكن هو على التيمبو وماشي مظبوط. ده باختصار الاوف بيت اللي كان بيتميز فيه محمد ياسر في البدايات، تمام؟ اللي مفيش اي حد من الناس اللي موجودة دلوقتي بيعرف يعمله او جرب حتى ان هو يعمله. محمد ياسر كان بيعمل ده وبيعمل ده بس. فدي نبذة بسيطة عن محمد ياسر، الله يرحمه ويغفر له، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. وأستأذن البشرية دقيقة صمت على روحه. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتقبله بكامل رحمته، اللهم آمين. بعتذر للناس بس إن الحلقة اللي فاتت ما كانش فيها الكلام اللي يخص محمد ياسر، لأن هي كانت متصورة من قبل كده، وكان لازم هي اللي يكون عليها الدور إن هي تنزل يعني. ولكن بعد ما الحدث حدث كان لازم نقول الكلام ده ونوثقه. قبل ما نخش بقى في الحلقة الجميلة بتاعتنا، تمام، حابب بس أوضح موقفي بالنسبة للأخ بتاع النقابة، تمام؟ هو غلط واعتذر، خلاص غلط في الطريقة اللي هو هندل بيها الأمور مع الرابرز، تمام؟ وأنا أيقنت الموضوع من البداية إن هو زي طعم كده عشان يجيب رجل الشباب ويعمل ميتينج لطيف زي ما قعد مع الجماعة بتوع المهرجانات، تمام؟ بس فهو كان بيرملهم التماسي بس مش اكتر يعني، فاهم؟ والموضوع واضح كده ان هو اتلم والشباب عرفت تهندل القصة وكله مشي على التمام. القصة بس في الناس انتقادته للأخ مصطفى كامل هو ان قال عايز فرقة مع الرابرز، فطبعا الناس قالت ايه ده يا خبر ابيض ازاي يعني، وغلطوا فيه وبهدلوه يعني، فاهم؟ عشان هو طلب فرقة ورا الرابر، تمام؟ مبدئيا ده مش عيب خالص يعني، احنا مش معترضين على القصة دي نهائي، خاصة ان هو عايز يفتح بيوت ناس موجودة في النقابة، تمام؟ ويشغلهم يعني ويخليهم ياكلوا عيش يعني ويعيشوا زي باقي الناس، فاهم قصدي؟ فالاعتراض ده مش في محله. ولكن انا اعتراضي بقى مش على ان يبقى فيه فرقة ورا الرابرز نهائي، لا بالعكس، بتحصل. امينيم عملها في اخر اوسكار وعمل لوز يور سيلف، حاجة اخر عظمة، تمام؟ بس شوف بقى الفرقة اللي وراه على المستوى بتعمل ايه، شوف الفرقة اللي وراه مطلعة التراك كما هو متسجل ازاي، زي ما نزل، زي ما اتعرض، زي ما اتأدى، زي ما اتنفذ، فاهم؟
بس هو ده بس اعتراضي الوحيد، ان انت كنت عايز تفرض على الرابرز عازفين معينين عشان ينفذوا تراكاتهم اللي هم لا يعلموا اي شيء عنها اطلاقا. تمام. وبعدين القرار ده عشان لا مؤاخذة حضرتك تاخده يعني يدرس، اقعد ادرسه شوية، فاهم قصدي؟ شوف كده طب ده يتعامل ازاي، لازم فترة مثلا تدريبية للشباب، فاهم قصدي؟ عفروتو يقعد مع الفرقة دي يفهموه، يسمعوا تراكاته، يشوفوا هيعرفوا ينفذوها ازاي، يعملوا لها فيرجن لايف مثلا على الستيج بس، فاهم قصدي؟ ادرس الموضوع، لكن مش هوبس كلام كده خبط لزق، فاهم؟ الشباب لازم تجيب لي فرقة، واقف بيكلم عنبة ما ماليش دعوة هات لي فرقة. ايه هات لي فرقة؟ اجيب لك فرقة منين يعني مش بين يوم وليلة، فاهم قصدي؟ الموضوع محتاج او كان محتاج دراسة، فاهم قصدي؟ مش اكتر. هو ده اعتراضنا على الموضوع. لكن الشباب بقى الروش اللي طالع يقول لك ايه ده يا خبر ابيض ازاي وبتاع، لا يا حبيبي ده عادي جدا ان الرابر يغني بفرقه، واتفرج على الحفله اللي اتعملت في NFL اللي طلع دري مع امينيم مع سنوب دوج، فشوف بقى المستوى بتاع الحفله دي وصل وبقى عامل ازاي. بس طبعا مش 13 بني ادم يعني، تمام؟ مش 13 عازف يعني، لا احنا مش طالعين بفرقة الليلة الكبيرة يعني، فاهم؟ اكيد الموضوع هيبقى فيه عازفين بس مش لدرجة 13 يعني. بس فده تعليقنا على الموضوع مش اكتر، والمفروض الدنيا اتحلت واتلمت وعدت بس كده. نخش بقى في الحلقة الجميلة بتاعتنا ونشوف عم ابي يوسف عامل لنا ايه، نزل لنا في فيديو لا مؤاخذة كليب. تمام، تعالى كده نتفرج سويا ماذا يفعل هذا الابي يوسف. ماشي. طبعا اسماعيل نصرت على الانتاج كالعادة، بقالهم كتير شغالين مع بعض وده شيء عالي المستوى. نشوف مين مخرج الكليب. حلو، بقى بيعملوا زي بره، بقى بيكتبوا اسم الدايركتور دلوقتي. ماشي. دايركتد باي زينة سالم وابراهيم النجاري. حلو الكلام. خلينا نشوف بس كده، نسمع الحاجات بعد كده نقول رأينا في المؤاخذة هذا الفيديو زليب. نشوف. يلا حبيبي قول يا مان. شرف ليك ان اقابلك بنفسي، ما بتكلمش غير بشكل رسمي. صبح الليل داخلي خارجي، مش واضحة الدنيا دي زي ما خارجي. ان كان عندك اكيد عارفني بس انا مش عارفك، فكرني بنفسك واقفة جنبك تتعلق بلازمة مش أزمة. جم عليا بيجوا تحت الجزمة 1 2 3 4 5 باكل عيش من الكلام ده المغزى، حافظ على دماغي ده المغزى. ابي يوسف والكاريزما. مفيش كاريزما كده في الراب المصري نهائي، مش هتلاقي الكاريزما دي عند اي حد. شغل عالي فشخ، تحس ان هو ماشي على البيت بسلاسة كده زي عمنا بهاء سلطان، ولا مؤاخذة راجل يعني. بص تحس ان هو السهل الممتنع، ده بهاء طبعا، فاهم؟ فبرضه تحس ان هنا ابي يوسف، فاهم؟ كاريزما على البيت، اديله بيت وهتلاقي راب من الدماغ على طول، فاهم؟ من المخزن اللي عنده اللي لسه مشاور عليه. حلو فشخ الفلو، والسكيم بتاعه برضه مش وحش. خلينا نشوف اللي بيتقال ونخش ونتعمق جوه ولا مؤاخذة يعني. بس قبل ما نتعمق جوه، في حاجة غالبا انا نسيتها قال عن النضارة، وده موضوع يعني اول مرة يحصل على مدار 107 حلقة اللي فاتوا، وده شيء عادي جدا على فكرة بيحصل، مش مشكلة يعني، عادي. بقالي كتير ما شوطش يعني، الواحد نسي اساسا كان ايه اللي بيحصل، فاهم؟ فعادي، ده تمن الوقوف. ايه اللي بيتقال؟ بيقول لك شرف ليك اني اقابلك بنفسي، ما بتكلمش غير بشكل رسمي. صبح ليل داخلي خارجي، مش واضحة الدنيا زي مخارجي. ما شاء الله. هو انا بيترول على ايه مخارج الفاظه ان هي مش واضحة، فالدنيا مش واضحة زيها، فحتة دعابة كده. بعد كده قال لك ان كان عاجبك اكيد عارفني بس انا مش عارفك. دي حتة كده ايه يعني، ثقة بالنفس. قال لك فكرني بنفسك واقفة جنبك تتعلق بلازمة. صباح التفاخر والتعظم يعني، هو بس مجرد لما يتصور جنبه خلاص ياخدها ويعلقها ايه بلازمة يعني، فاهم؟ اعلان كبير يعني ان هو اتصور مع ابي يوسف يعني. فعش بعد كده قال لك مش ازمة، جم عليا بيجوا تحت الجزمة 1 2 3 4 5. يعني بص،
اي حد هتلاقيه بيعد، ما عدا ابي يوسف العد بتاعه لازم يجي بفلو ويجي على الرايم ويجي مظبوط فشخ على البيت. 1 2 3 4 5. بص جامد فشخ. هو مفيش اي حاجه اتعملت غير ان هو مشي بيها على الفلو فعلى المستوى. تمام. تعالى بقى نركز كده في الرايمز. قال لك ان كان عاجبك اكيد عارفني بس انا مش عارفك. انترنال رايم. فكرني بنفسك واقفه جنبك تتعلق بلازما. بعد كده هيكمل بقى بالبلازما، هيقول لك مش ازمه جم عليا بيجوا تحت الجزمه. 1 2 3 4 5. بعد كده يقول لك باكل عيش من الكلام ده المغزى، حافظ على دماغي ده المخزن. جامد فشخ. باكل عيش دي برضو تحس ان هو بياكل عيش من الراب وفي نفس الوقت بياكل عيش على قفا الايه الاخصام بتوعه، فتمشي دبل مين يعني. بس بعد كده يقول لك حافظ على دماغي. هو ايه حافظ على دماغه؟ ده المخزن. ده المخزن اللي هو ايه حافظ بيه الكلام اللي بيديه للاخصام يعني. حلو فشخ. تراك لطيف ويتسمع. نكمل. قول يابا. اكسر براحتك عندي كتير. كنت هقول عمي فلوسي وعمي كبير بس ماليش امام يا اسطى. عمي مين هتلاقيني بس مش في كيكيز لابس خريفي ده مش محيطي. حلوه نفسيتي معلم عليكو زي جرافيتي. ده مش زميلي ده مش اخويا ده مش شقيقي. بس التجريبي راسم الدور ده فن تشكيلي. بصمته في التراكات قوية فشخ. بتعجبني فشخ البصمات اللي بيعملها يعني. في تراكات لأبي يوسف لما بيركز فيها بيطلعها بأقوى شكل ممكن يعني. اسمع كده بقى معايا. بيقولك عبي وشيل. ده طبعا بعد ما قالك ان دماغه هي المخزن. بيقولك عبي وشيل اكسر براحتك عندي كتير. عنده كتير يكسره يعني فاهم من الاخصام. بعد كده يقول لك كنت هقول عمي فلوسي وعمي كبير بس ماليش عمام يا اسطى. عمي مين؟ ملوش اي حد فاهم فوقيه لان هو اللي على التوب ورقم 1. بس بص بقى دي. بص بقى اللي جايه دي ركز فيها معايا. بيقول لك هتلاقيني بس مش في كيكز لابس خريفي ده مش محيطي. جامده فشخ. لان بنسبة كبيرة البارين دول بما ان فيهم محيط وخريف وبتاع هو رامي على كيكس بيتش بار غالبا يعني. فبيقولك ان المناطق دي مش الاماكن بتاعته. فانت هتلاقيني بس مش هتلاقيني هناك لان الاماكن دي مش دماغه يعني. فعشان كده يقولك لابس خريفي ده مش محيطي. فجامدة فشخ الصراحة. قوية دي. بعد كده قالك حلوة نفسيتي معلم عليكو زي الجرافيتي. وطبعا الجرافيتي الناس عارف ان هو فن الرسم على الجدران بالسبرايز وكده يعني فاهم. فانا بيشبه لك ان هو معلم على اخصامه زي الفن بتاع ايه الجرافيتي كده بالظبط. بعد كده قالك ده مش زميلي ده مش اخويا ده مش شقيقي. بالتلاتة يعني. هو مطلقه بالتلاتة يعني فاهم. لان بسم الله ما شاء الله التلاتة يعني ايه يعتبروا معنى واحد يعني فاهم. يعني عندك اخويا وشقيقي فايه مش فاهم زميلي بس. بعد كده يقول لك ممثل تجريبي راسم الدور ده فن تشكيلي. بص عظم البار عامل ازاي. ممثل تجريبي ده التشبيه اللي بيشبهه لنفسه. راسم الدور ده فن تشكيلي بما ان هو راسم الدور يعني فاهم. مع ان قبلها قال لك ممثل تجريبي فاهم. وهو هنا كأنه بيرسم الدور ان هو بينفذ الدور وفي نفس الوقت قال لك ده فن تشكيلي. ده أبي يوسف باختصار يعني فاهم. الموضوع يطول شرحه يعني. بس نخش على اللي بعده. ده غالبا كده المقطع الاول انتهى. نخش على المقطع التاني. قول يا بنا في حتة بريك كده. خش. بخيري لابس فيست مش سديري ولا عشان ايدين زي قويري. كاشف كذبكوا بعيني بشوفكم بقول يا عيني فوتني هادي بعيش اللحظة. اسمك ما عنديش وقت نحفظ. همشي بدري قال لي براحتك فهاجي متأخر بعادي. محدش يفرق يلوم دادي. كنت بأمن مستقبل ولادي. كنت مشغول بتابع حلقاتي. كنت بلعب بممتلكاتي. كنت بهاتي ده عيد ميلادي وكلكم نجاتي. جامد فشخ. جامد فشخ. الواد خد اللقطة من أبي يوسف. مين الواد ده؟ جامد فشخ. حلو فشخ ان انت مطلعه معاك. شكله موهوب وشكله هيبقى حاجة قدام يعني. صايع فشخ. قال ال4-5 برات بتوع أبي يوسف دول مظبوط فشخ فاهم. تحس ان هو اللي كاتبهم يعني فاهم.
حلو فشخ. والفيديو كليب برضه تحس ان هو مطرقع زي التراكية بالظبط، يعني تحس ان الاستاذه زينة والاستاذ ابراهيم فتحوا دماغ ابي يوسف وشافوا الطرقعه اللي جوه وقرروا ينفذوها على الحقيقه. فعاش فشخ الفيديو كليب الصراحه. تعال بقى نشوف ايه اللي بيتقال او ماذا يقال او قيل يعني. تمام. بيقولك بخيري لابس فيست مش سديري ولع شمعدان زي كويري. كويري ده بيرمي على طاهر الكويري يعني، فاهم، اللي هو ملك الشمعدان بس فصايع. بعد كده يقول لك كاشف كسبكم بعيني بشوفكم بقول يا عيني. بيصعبوا عليه طبعا اخصمه، فاهم، من كتر ما هو لا مؤاخذه يعني ايه مش عامل اي حاجه معاهم. بس بعد كده قال لك في ركني الهادي بعيش اللحظه اسمك ما عنديش وقت ان احفظ. من كتر طبعا مجموعه النساء اللي ايه بيتعرف عليهم، فهو ما عندوش وقت ان هو يحفظ اللي هو من كترهم يعني، فاهم. بس بعد كده قال لك همشي بدري قال لي براحتك. مش عارف مين الصراحه المدير الاهبل اللي قال لك امشي بدري ده، مش فاهمه الصراحه. هاته هقول له كلمتين والله. ما علينا. قال لك همشي بدري قال لي براحتك، قال لي براحتك فهاجي متاخر. خلاص فاهم، لو يعني قال له براحتك مرتين، فاهم، فعنده حق الصراحه ان هو يجي متاخر يعني. كلها بديهيات يعني، فاهم. بعد كده قال لك وعادي محدش يجرؤ يلوم دادي، كنت بأمن مستقبل ولادي، كنت مشغول بتابع حلقاتي، كنت بلعب بممتلكاتي، كنت بهاتي ده عيد ميلادي وكلكم نجاتي انفخوا من الاخر. وطبعا هنا رامي على السيد الممثل العظيم يعني ابراهيم نصر بتاع انفخ البلالين وبتاع الكاميرا الخفيه يعني، فاهم. فاما كان بيقول له ايه انا جاتي انفخ البلالين، فهو هنا جاب البر تمام والحاله وسنكها في البر. عاش المستوى والله العظيم، اقسم بالله انا فخور باللي بيتقال ده. ايه العظمه دي، مطرقع من الاخر. نكمل. حلو المستوى، عجبني التراك الصراحه يعني، يسمع مرة أخرى. قول يابا نكمل. ها كائن فلاتي مسالم تماسي متزقف في كاشي ستوري، داخل بهبل ده مش بروماكس بس داخل بقبل، داخل بكبس خدت منكو عين داخل بخمس. انا صاحب مبدأ انت مصاحب وحدة بتصاحب دودة، بتضحك جنبك روحك فاهمة في اللاحق يهبل. 5 تعلم على القفصة بتصنم، متخلف مش فارق لي لو اقتنع، افصل بين الشيء وبيته زي القطر، لسانها ما يقولش غير حلو ده لو نطق. يعني من كتر الطرقعة هما مش عارفين ينهوا الفيديو كليب ازاي يعني، فاهم، اللي هو متفهمش طب نحط دي طب نسيب دي طب ندخل ده في ده، راحوا فاصلين الفيشة وماشيين يعني، فاهم. بس عاش المستوى الصراحة، عجبني مستوى أبي يوسف حلو يعني، بس هو عنده كتير، عنده أعلى من كده بكتير فشخ. تمام. فما تغيبش علينا يا عمنا. تمام. وحاول تستمر شوية بالفيديو كليبس وبالتراكات الجامدة، وانت عارف بقى المستوى عامل ازاي والمفروض يبقى رايح فين. بشكر الناس على راسي من فوق وجودكم المستمر. تمام. واوعدكم الفترة اللي جاية بإذن الله يكون في غزارة في الانتاج، سأحاول وسأعمل على هذا يعني. تمام. ولنا لقاء. ها بالظبط، برافو عليك. ولنا لقاء في اللي بعده. اللي بعده حبيب قلبي اللي بعده